السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة هنتعلم ازاي اقدر ادخل البيانات على شيت اكسل، وازاي ان انا اقدر اعدل البيانات دي واقدر انسقها. اول حاجة هنتعلمها ازاي ان انا الورك شيت بتاعي ده انا عايزة اكبره او اصغره بحيث ان انا ابقى واضح بالنسبة لي البيانات اللي جواه. لو جينا شفنا دلوقتي هنلاقي ان الخلايا اللي احنا زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان الجزء ده بنسميه خلية. الخلايا هنا مش واضحة قوي، يعني لو جيت كتبت مثلا ممكن حد يبقى مش شايف قوي يعني الكلام المكتوب في الخلية دي. طب انا عايزة اكبر المساحة دي، بعمل ايه؟ بنزل تحت على اليمين كده بلاقي ان عندي علامة زائد وعلامة ناقص. علامات الزائد دي هي عبارة عن زوم ان، يعني بتكبر مساحة العمل بتاعتي، وعلامة الناقص دي زوم اوت، بتصغر مساحة العمل بتاعتي. لو جيت ضغطت على زوم ان ابتدي اضغط عليها هبص الاقي طبعا هو اتحرك ناحية اليمين. لو جيت شمال شوية وطلعت لفوق هلاقي الكلام اللي كان هنا صغير قوي ابتدى يوضح بالنسبة لي. طيب نيجي بعد كده، انا عايزة ابتدي ادخل بيانات. فلنفترض ان انا عندي محل والمحل ده ليه مبيعات، فانا عايزة اعرف او احط كده زي جدول بسيط ايه المبيعات وفي شهر ايه وكانت بكام والكلام ده كله. فهبتدي اكتب ايه سيلز، وهاجي هنا عايزة اعرف كل بيعة كانت بتاريخ كام، هكتب ديت. تمام. فلنفترض ان انا دلوقتي عندي في اول شهر اللي هو شهر يناير، هكتب 1 يناير 2023، عندي المبيعات كانت 10,000. يبقى انا كده حاجة بسيطة جدا ان انا في شهر يناير 2023 كان عندي مبيعات 10,000. طب في الجزئية دي انا عندي الحتة دي كده اسمها هيدر، او دي رأس الجدول، وتحت بيكتب البيانات الخاصة بكل هيدر منهم. يعني السيلز انا بكتب تحتيه بيانات السيلز، الديت انا بكتب تحتيه بيانات الديت. طيب انا دلوقتي عايزة اكتب المبيعات، اسجل المبيعات لحد اخر السنة، يعني لحد 12/2023. انا بعمل كده ازاي؟ ان انا ممكن عن طريق الكيبورد بنزل بالسهم لتحت وابتدي اكتب ايه فبراير بقى، كله كل الشهور اهي. بس ده حاجة بطيئة جدا وهتاخد مني وقت، والاكسل معروف ان هو برنامج سريع وفيه ميزات حلوة قوي. يعني تعالوا نمسح الكلام ده كده ونشوف الاكسل ازاي هيسهل عليا الموضوع ان انا منزلش اكتب الكلام ده واحدة واحدة. اعمل ايه؟ هاجي اقف هنا عند جانيوري، وهلاقي تحت على اليمين لما اجي اقف في مربع كده مظلل. لو جينا كبرنا اكتر في مربع هنا كده مظلل، المربع ده لما بقف عليه علامة الزائد بتبقى زائد رفيع خالص. لما ادوس عليها وانزل وابتدي انزل هلاقيه ان هو ابتدى تلقائي يسجل لي الشهور. يعني هلاقيه كده بتلقائي جانيوري فبراير مارش، يعني شهر 1 2 3 4 ابتدى يسجل لي الشهور من غير ما اضطر ان انا اكتبهم كلهم. طيب هبتدي مثلا ادخل المبيعات بتاعتي اهي، ان انا دخلت المبيعات بتاعتي في الشهور دي. لو بصينا هنلاقي ان انا كده انا مش عارفة يعني المبيعات دي كانت كام او يعني مين شهر. يعني بمجرد النظر كده انا مش قادرة احدد اني شهر بايع مبيعات افضل. فانا عايزة ابين الكلام ده، اعمل ايه؟ هبتدي ان انا اسلك القولن كله اللي هو قولن ايه، واروح على الكاما دي. تمام. والكاما دي بتعمل لي ايه؟ دي بتبتدي تحط لي كاما بعد كل 1000 او بعد كل 100,000، اعرف بيهم الدنيا معايا ازاي. طيب انا مش عايزة دلوقتي مثلا الصفرين اللي في الاخر دول، فباجي اضغط عند الزر ده كده وابتدي اقلل الاصفار. طيب لو جينا بصينا هنا كده اعتقد وضحت اكتر مين اعلى مبيعات. هلاقي ان شهر مايو هو اعلى مبيعات. طيب انا عايزه انسق الكلام ده في جدول. طبعا هو انا كده يعتبر بالنسبه لي كلام سايح، انسقه ازاي في جدول؟ هاجي اقف عند السيلز كده واضغط
كليك شمال واسلك كل الجدول اللي انا عايزه اعمله. كده انا سلكت الاريا كلها اللي انا عايزه اعملها جدول، واجي عند انسيرت واقول تيبل. هيقول لي ايه بقى؟ فاكرين ما كنت بقول لكم ان احنا لازم نحفظ عنوان كل خليه عشان الجزئيه دي؟ هو بيقول لي دلوقتي انت عايزه تسلكي من اول A1 لحد B13، يعني من اول A1 هنا لحد B13 هنا. اقول له انا عايزه اعمل كده، فبقول له اوكي. كده اصبح ان انا عندي جدول، والجدول ده فيه هيدر وفيه الديتيلز بتاعته جواه. وبكده في الفيديو ده نكون اتعلمنا ازاي نقدر ان احنا ندخل بيانات على الاكسل، وازاي ان احنا ننشئ جدول. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي.